بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن موضوع البرد والإنفلونزا المنتشرة. طبعا ما بين فصل الصيف والشتاء دايما معروف موضوع البرد ده والإنفلونزا بينتشر بكمية رهيبة بين الناس. المطلوب بس من الحبايب والأهالي والمواطنين والإخوات، مش عيب ان انت يبقى عندك برد وتلبس كمامة، هتحافظ على اللي حواليك، لان موضوع البرد ده بينتشر بسرعة وبيبقى مؤلم بصراحة. يعني والله انا عندي برد بسبب ان كان واحد ولا ايا كان، لقطت منه وانا ماشي، من النفس، من الكلام ده كله. مش عيب ان انا البس كمامة. انا اهو اول ما خدت برد لبست الكمامة لحد البرد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، فترة البرد ما تروح اجلعها. يعني لا عيب ولا حرام. يا ريت الموضوع ده مهم جدا، لان البرد بينتشر بسرعة وبيبقى مجرد بصراحة ومتعب، وبيبقى صعب، بيبقى صعب بصراحة على الشخص اللي بيكون عنده البرد. فيا ريت بصدر رحب اخواتي وحبايبي يتقبلوا كلامي، لان موضوع البرد ده بينتشر بكمية رهيبة بين حتى انت واهلك في البيت. يعني انت واسرتك في البيت والكلام ده كله، اي حد يجيله برد مش عيب، لا عيب ولا حرام ان انت تلبس كمامة. لو انت نايم في بيتك البس الكمامة وانت قاعد في بيتك، مش عيب، لان انت هتحافظ على اسرتك وهتحافظ على الناس بره، وهتحافظ، يعني هنحافظ على بعض. انتوا شفتوا ايام الفيروز اللي كان منتشر السنين الماضية، كانت الناس كلها بتلبس الكمامات اجباري مش اختياري، كنا بنلبسها اجباري. النهارده ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ربنا يعافينا ويعافيكم. البلاء والوباء ماشي الحمد لله، ربنا يحفظنا ويحفظكم. وربنا الحمد لله رب العالمين انعم علينا بنعمة الحمد لله ان هو مشى بعيد عن الاهالي ومشى بعيد عن المواطنين. الفيروز اللي كان منتشر ده اللي هو كورونا، النهارده الحمد لله رب العالمين امورنا مستقرة، امورنا حلوة. المفروض ان انت يجيلك برد البس الكمامة، مش عيب. هتحافظ عليا وانا هحافظ عليك، هتحافظ على اسرتك، هتحافظ على المواطن اللي ماشي في الشارع، هتحافظ على امك الكبيرة في السن، هتحافظ على ابوك الكبير في السن، هتحافظ على المسنين، الناس اللي هي الكبيرة في السن. مش عيب ان انا البس كمامة وانا ماشي في الشارع، هتحافظ على اللي حواليك. لان بصراحة البرد منتشر بكمية رهيبة جدا، وخصوصا مع الأطفال. الأطفال النهاردة المستشفيات مش شايلة اللي جواها، الدكاترة بتاعت الأطفال مش قادرة تقاوم على الكشوفات اللي عندها. كل أقل دكتور النهاردة عنده ما يقارب 200 وال 300 كشف في اليوم أطفال، بسبب البرد والإنفلونزا وتنقلات الجو من الشتاء أو من الصيف للشتاء. كل سنة وحضراتكم بخير. يا ريت الناس تحافظ على نفسها وتخلي عندها شوية وعي وشوية اهتمام شوية ببعض. يعني احنا لما نحافظ على بعض ونخاف على بعض، الموضوع هيكون أرحم وأحلى من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحمكم، وربنا يعافينا ويعافيكم، وربنا يشفينا ويشفي كل مبتلى وكل مريض. ربنا يشفي كل مريض يا رب على وجه الأرض، مسلم أو مسيحي أو كافر. ربنا يشفي كل مريض، كل مريض بيتألم ربنا يشفيه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.